خير الكلام نبدأ بسم الله واللهم صل على محمد وآل محمد. يومية هلا وغلا بالمتابعين منورين القناة وكل الهلا بكم. اليوم محضرة لكم فيديو نصائح طاقة إيجابية وراحة بال. نصائح اليوم عن روتين الطبخ. يقولون الأكل نفس، والنفس هو طاقة الحب والواس اللي يدخلين بها للمطبخ. انت تطبخين وانت مرتاحة وتسوين الأكلة بمحبة لأهل بيتك. ونبدأ بأول نصيحة والتحضير المسبق. السر اللي يخليك ما تنخبصين وتحضرين الأغراض قبل لا تشعلين الطباخ: فرم البصل، دقي الثوم، طلعي البهارات المكتوبة بالوصفة، وقيس التمن من تجين تطبخين كل شي يصير قبالك سهل وسلس. والنصيحة الثانية قاعدة السنج النظيف، المعون والتفكير اللي يتوسخ بإيدك اغسليه بوقته، لا تخلين الماعين هنا تتكوم وتصير جبل بالسنج. ورا الغداء من تستوي طبختك مطبخك يكون نظيف ويلمع وتقعدين تاكلين بألف راحة بال. أما النصيحة الثالثة فعندنا الشغلات المزعجة مثل لف الكبوة وحفر الشجر والباذنجان للدولمة أو تتبيل الدجاج واللحم. هذه يسويها دائما بالليل وانت تباوعين على التلفزيون أو تسولفين. ثاني يوم الطبخ ما ياخذ منك وقت وتصيرين ملكة بمطبخك. النصيحة الرابعة: سوي إلك جو خاص المطبخ مملكتك، لا تسوينه سجن وتعب. شغلي صورة البقرة تترس البيت بركة، أو موضوع تحبين تسمعينه. خلي وقت للطبخ يكون وقت تصفية الذهن وراحة إلك. والنصيحة الخامسة: حتى تخلصين الحيرة باكر شطبخ. هنا القرار من الليل قبل لا تحطين راسك على المخدة. حددي طبخة باكر وطلعي اللحم أو الدجاج من المجمدة وحطيه بالثلاجة جوا حتى يذوب براحته وبشكل صحي. من النصيحة السادسة هو الطبخ على الهداوة. ابدي طبختك بوقت هادئ ومناسب. الاستعجال يحرق الأكل ويوتر الأعصاب، بينما الطبخ على نار هادئة يخلي المرقة تتسبك والتمن يتهدر. أما النصيحة السابعة: لا ترتيب الصب. من تصبين الغداء رتبي المواعين، غسل الخضرة وخليها تلمع، وحط الطرشي واللبن بكاسات حلوة. وهذه اللمسات البسيطة تفرح العائلة وتنسيك تعب الوقفة كله. حبيت أشارك مشترياتي البسيطة من الحاجب 1000 و2000، وحبيت أشوفكم هذه المشتريات. صح هي بسيطة وحاجب 1000، بس هي كلش ضرورية ومفيدة للكرزات، تستخدم للريوق الجبن أو المربى، وأيضا استفادات أخرى. ونصيحة أيضا: لا تشترون لمجرد الكثرة وتملون الخانات غراض ما تحتاجونها. اشتري قطعة اللي محتاجينها، وخاصة أغراض الخضار قطعة تكون أصلية. وأيضا أشوف شنو اللي تحتاجينه لأغراض الخضار أجيبها، وأخلي خانة خاصة بالكاونتر للخضار. وهذه مشترياتي قبل فترة اشتريتها قسم استخدمتها، وهذا القسم هنا أنا حبيت أشاركه وياكم. هنا الصحون 3 هذني أيضا على 1000، وجبت نوعين، نوع هذا لون أبيض واللون ذهبي. وأيضا جبت بايركس حراري يجي على شكل قطعتين. ودائما بنات نصيحة: سر التخزين الصح بالمطبخ. هنا متسوقين البهارات ومواد جافة، حتى المنظفات لا تضميها بأكياسها، فرغيها ببوكسات وعلب موحدة واكتبي عليه حتى من تحتاجين تصير سهلة عليك. وأيضا هنا لأن الأكياس تسوي كآبة بالخانة وتاخذ مساحة على الفاضي، بينما العلب المرتبة تختصر المساحة. وبنات اكتبوا بالتعليقات هم عندكم خانة خاصة بالمطبخ لغراض الخضار وممنوع أحد يتقرب منها يوميا لو تستخدمون كل شيء. شاركونا طريقتكم بالخزن حتى الكل يستفاد. وأخذت هذه الصينية وقلاصات وياها ودولكة، وخصصت لهن هنا مكان خاص بالكاونتر ورتبتهن بهذا الشكل، وخليت خانة خاصة لأغراض الخضار. عندي هذا البايركس أنا مستخدمته بس خليته بالكرتون. وأيضا مرتبة هذه المواعين على هذا الشكل. هنا هذه الكرزات
للحلويات، هذه مستخدمتها. وعندي هذا البايركس الأبيض، هذا أيضا حراري. وعندي هذا أيضا القدر حراري على شكلين، شكل صغير وشكل كبير. وهذه مشترياتي بعد ما كملتها ورتبتها لها خانة بالكاونتر. وبعدها أيضا هنا رتبت الاستكانات، هم أيضا خليت لها خانة قريبة إلي. وهنا بعد ما كملت أيضا نظفت الطباخ، وبعدها بديت بتنظيف الطباخ. السر بالمطبخ المريح هو ان كل شي بمكانه، عزليه مو عين الخطر حتى تظل بلمعتها وتبيض وجهك، ورتبي مسواق وخزين البيت بعلب واضحه حتى تسهل عليك الطبخه. وشكرا لكل من تابعني، ويا رب يجعل بيوتكم عامره بالخير والبركه. حبايبي، اذا عجبكم الفيديو واستفاديتوا منه من افكار وترتيب مع عين الخطار ومشتريات، لا تنسون تدعموني باللايك والاشتراك بالقناه. دمتم بخير.